كانت مغطاة من أخمص قدمها لراسها بالدم ومصدومة بشكل مخيف جدا. بعدين وصلت للرحم وفتحت الرحم، أخرجت الجنين المسكين من رحمها قبل موعد ولادته بشهرين. 2015 وقعت جريمة مروعة غير تقليدية أبدا بمنزل قرب مدينة دنفر بولاية كولورادو، هزت كل من سمع عنها. القصة المروعة دارت بين امرأتين وانتشرت بسرعة في جميع أنحاء أمريكا، أدت إلى محاكمات كبيرة نهايتها كانت بالسجن لمدة 100 عام كاملة للجانية. القضية ما وقفت عند السجن بس، المحكمة فرضت دفع تعويض مالي ضخم بقيمة $2,000,000 كاملين للضحية. أحداث الجريمة صدمت الجميع بسبب وحشيتها وتفاصيلها الصادمة، وجعلت منها واحدة من أكثر القصص المؤلمة في تاريخ الولاية كاملة. أنا عمر من قناة سايكومانيا. بالقناة بنستكشف عوالم القتلة المعتوهين والجرائم الغريبة وكل الأحداث المرعبة والغير طبيعية. إذا كنت من محبين الغموض والإثارة فالقناة هاي المكان المثالي لها، لا تفوت الفرصة للاشتراك. داين اللين زوجة عمرها 34 سنة، بدأت العمل كممرضة عام 2010، بس شغلها وقف بعد سنتين بسبب عدم قدرتها على تجديد رخصة التمريض، لأنها كانت أساساً تظهر عليها علامات الضجر والملل بالشغل، وما كانت منتجة بشكل كافي بالنسبة لرؤساء عملها. دانيل عندها بنتين من زوجها جيسون كروز، كانوا عايشين حياة زوجية عادية، بس دانيل وجيسون وصلوا لطريق مسدود وقرروا إنه الانفصال أفضل حل، وتم التفاهم بشكل عقلاني على الطلاق وانفصلوا. وبعد كم سنة التقت بديفيد رايدلي، وكان ثمرة هاللقاء الزواج. أسرة صغيرة مكونة من داينل وديفيد وبنتين لداينل من زواجها السابق. كانوا عم ينتظروا مولودهم الجديد واتفقوا إنه بس يجي رح يسموه جيمس. بيوم من الأيام كان في موعد دكتور لداينل، فاجأ ديفيد على البيت مشان ياخدها على الموعد. فات على البيت بشكل طبيعي. ديفيد انصدم بمنظر داينل الغير متوقع أبدا. داينل كانت مغطاة من أخمص قدمها لراسها بالدم ومصدومة بشكل مخيف جدا. قالت إنه إجاها إجهاض باكر وأسقطت الجنين قبل موعده. سألها ديفيد طيب وين الجنين؟ قالت له فوق بالحمام. ركض ديفيد على الحمام فورا وشاف منظر مرعب وصادم جدا جدا. شاف الجنين المسكين مغطى بالدم وعم يحارب ليضل عايش. ديفيد انتبه انه الجنين عم يعاني ليتنفس، وبعدين نزل للصالون بسرعة واخذ داينل والجنين للمستشفى. الممرضات والدكاترة حاولوا يفحصوا داينل مشان يشوفوها اذا هي بخير وما متعرضة لمضاعفات مميتة، بس الغريب انه داينل ما قبلت ابدا حدا يفحصها ويقرب عليها، كانت ترفض بشكل قاطع انه حدا يلمسها لمسة واحدة، وكانت تقول دائما وتصرخ انه انا ماني مهمة، انقذوا طفلي هو اهم مني. الدكاترة عملوا محاولات شتى لينقذوا الجنين، بس للاسف كلها بقت بالفشل والجنين مات. بهالاثناء راح ديفيد على البيت مشان يجيب ملابس لإلها ويجيب البنتين. لما وصل ديفيد قدام البيت لقى الشرطة بكل مكان ببيته واستغرب شو عم تساوي الشرطة هون. سألهم وجاوبوا، وهون كانت المفاجأة. الشرطة اخبرت ديفيد انه كان في امرأة عمرها 26 سنة اسمها ميشيل ويلكنز، اتصلت على الطوارئ ووصفت البيت تبع ديفيد، وقالت انها متعرضة لجرح كبير ببطنها وامعائها كلها طالعة لبرا. ديفيد حاول يستوعب يلي عم بسمعه، لانه اللي عم بسمعه شي مانو طبيعي، لانه بس اجى اول مرة على البيت ما شعر بنوب انه في حدا بالبيت غير اسرته هو، والبنتين ما حكوا شي ابدا اساسا، وكل شي كان طبيعي، ولا حتى داينل اظهرت اي شي غريب غير الاجهاض طبعا. بس رجع ديفيد على المشفى تبين معه كل شيء، كانت داينل اعترفت بكل شي للمحققين، فكت جميع اسرار هاي الحادثة المريعة والغريبة. من أول ما تعرفت داينل على ديفيد، وديفيد نفسه يجيب صبي من صلبه، بس للأسف كل محاولاته كانت تفشل. بس ب 2014 أخبرت داينل ديفيد بأنها حامل بصبي، والاثنين فرحوا كتير بهالخبر. على العلم داينل أغلقت قنوات فالو برحمها بعد ما توفى ابنها بعام 2009، يعني بالمختصر ما بتقدر تحمل. بس ما قدرت أعرف هل جوزها غفل عن هالشي ولا انتبه وقال بركي صدفة. المهم الحامل معروف إنه كل فترة لازم تروح لعند الدكتور مشان يفحص الحمل ويشوف صحة الجنين إذا كانت جيدة ولا لا. هاي المواعيد كانت داينل دائما تتجنبها وما ترضى تروح مع ديفيد ابدا، ويلي خلى ديفيد يزيد شكوكه حول حمل داينل. بيوم من الايام حطت داينل اعلان على الانترنت انه عندها ملابس اطفال بدها تبيعهم وما عادت بحاجه لهم. بعد فتره راسلتها ميشيل اللي كانت حامل بطفلها بالشهر السابق انه هي بدها تيجي مشان تشوف الاواعي. داينل بعثت لها عنوانها، وفعلا المراه اجت وفاتت على البيت وما كانت عرفانه انها فايته على كابوس مخيف جدا. داينل بلشت تفرجيها الاواعي وعجبوها. قالت لها داينل
دانيال لميشيل انه لسه في عندها اواعي بالقبو تحت، وكان واضح على دانيال اصرارها الغريب على نزول ميشيل للقبو. لما نزلوا حست ميشيل انه في شيء غريب، فصابها القلق وحاولت تروح، ولما فتلت ظهرها لحتى تروح صارت دانيال تضربها على ظهرها ودفشتها على لمبه وكسرتها. ميشيل بهاللحظات دافعت عن نفسها بشراسه، بس دانيال مسكت لمبه طاوله وضربتها فيها على راسها، وبهاللحظه قالت لها ميشيل انها بتحبها، بمعنى اخر انه فينك تتراجع عن هالشيء، ما تعملي فيني شيء سيء. قام ردت عليها دانيال اذا كنت بتحبيني بتخليني اعمل هذا الشيء، واخذت قطعه زجاج من الارض وطعنتها برقبتها، ورمت ميشيل على التخت وهي عم تنزف من رقبتها بشده. بس شو هو يلي بدها تعمله دانيال؟ هون دانيال جابت سكينتين من المطبخ وقامت بفتح بطن ميشيل، بعدين وصلت للرحم وفتحت الرحم، اخرجت الجنين المسكين من رحمها قبل موعد ولادته بشهرين، ولفته بقماشه وطلعت في لفه. تركت ميشيل غرقانه بدمها والواضح انها ماتت. بعد فتره زمنيه قصيره اجى ديفيد زوج دانيال لياخذها موعدها، وكلنا هون بنعرف شو صار. بس يلي ما بنعرفه انه كيف لما رجع ديفيد ليجيب الاواعي لدانيال وقت وداها على المشفى لقى الشرطه عنده بالبيت. مين يلي خبر الشرطه وكيف عرفت؟ لما ديفيد اخذ دانيال على المشفى استرجعت ميشيل وعيها، كانت حاسه بامعائها واعضائها طالعين لبرا وعم تنزف بشده، حتى هي قالت انه كانت تشعر بدها توقع بغيبوبه من كتر الهذيان والالم، وكانت ماسكه امعائها بايد ومسكت التليفون بايد ثانيه لتتصل بالطوارئ، وصارت توصف البيت يلي هي فيه، وقفلت باب الغرفه وصارت تستنى المسعفين والشرطه. الاسعاف اخذ ميشيل على نفس المستشفى يلي كانت فيها دانيال، وكانت لحد هالوقت مفكره حالها انها حامل، وسالت دان حبيبها انه شو صار باورورا. اورورا هو اسم يلي كانت بدها تسمي بنتها لما تيجي، ومعناه الحياه. رد عليها دان انه الجنين مات وحزنت كثير على هيك خبر، وكانوا الاثنين يتساءلوا انه ليش هيك عملت دانيال، وما حدا كان عنده جواب لهذا الشيء. ذكرت ميشيل انه الايام الخمسه الاولى بالمشفى كانت فظيعه وكئيبه وكارثيه بالنسبه لها، بس قدرت تتخطى هالعقبه بمساندة دان واهلها. بالمحكمه القاضيه ماريا بيركن كاتر اصدرت حكمها الصارم على دانيال لين بسبب هجومها الوحشي اللي هز المجتمع كله. حكم عليها ب100 عام كامله، يعني قرن كامل، وهذا تفصيل الحكم. 48 سنه تهمه الانهاء الغير الشرعي للحمل، 32 سنه بتهمه الاعتداء من الدرجه الاولى، 10 سنين كمان اضافيه تهمه الاعتداء من الدرجه الاولى مره ثانيه، و10 سنين تهمه الاعتداء من الدرجه الثانيه. وتم فرض دفع غرامه $2,000,000 للضحيه كتعويض عن الخساره والالم يلي سببتها دانيال لميشيل. هيئه الدفاع حاولت تطلب من القاضي ان تكون السنوات متزامنه، يعني الاحكام كلها تمشي مع بعضها وتكون غير متتاليه، بس القاضيه رفضت هالشيء نظرا لبشاعه الجريمه. ولما طلبت منها القاضي لدانيال اذا حابه تحكي شيء كان ردها لا، وما عبرت عن اي اسف او ندم من يلي عملته. خلال المحاكمه اهل دانيال حاولوا يعتذروا من الضحيه وعائلتها، ولكن الصدمه الاكبر كانت انه قانون كولورادو ما بيعتبر قتل الجنين جريمه قتل، وهذا اثار جدل كبير. بعد هاي الجريمه حاول بعض السياسيين يغيروا القانون ليصير التسبب بموت جنين جريمه قتل، لكن هاي المحاولات فشلت عده مرات. في المقابل في 38 ولايه ثانيه بامريكا بتم اعتبار قتل الجنين جريمه قتل اذا كان في نيه مسبقه طبعا. بالختام، الكذب يمكن يجبرك على امور مخيفه وشنيعه بس مشان ما تعترف بكذبتك قدام يلي كذبت عليهم، وتمشي فيها لدرجه تصل فيك للقتل مثل ما صار بدانيال يلي دمرت حياه جنين ماله لا ناقه ولا جمل بهالدنيا، ومات بسبب كذبه ما قدرت دانيال تعترف فيها. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك واللايك، والسلام عليكم.